هي الفكره انه ان احنا شغلنا هل هو شغل الناس؟ هل هو المشتغل اللي يقدمه لي ام كلثوم؟ انا لا يعنيني ام كلثوم كانت على علاقه بيه، انا لا يعنيني ام كلثوم كانت بتحب الباميه ولا بتحب لا ما الباميه انا لا يعنيني الحياه الخاصه، انا لا يعنيني الحياه الخاصه. يعني ام كلثوم في تجربتين لما اتعمل عنها فيلم يتناول حياتها الخاصه تقريبا كانت على المسلسل العظيم لم نهتم مطلقا بالفيلم التي كان رديئا بشكل كبير، يعني لكن اهتمينا اكثر بأم كلثوم اللي كانت منتظمه في المواعيد، وأم كلثوم اللي كان عندها درجة وعي بالحروب، بتدرب نفسها تنزل تمشي، بتعيش، بتراعي أهلها و أنا كان بيعنيني السلوك العام وليس السلوك الخاص. لكن حضرتك لما حضرتك هجمت، وده طبعا ده العادي يعني هذا كل برنامج بتعمله بيكون عليه بهذه الدرجة من الصحب من فرض بتاع برامج دينية، وكان البرنامج كان عليه درجة من الصحب الغير متناسب مع أهداف البرنامج ومع قبل أن تحاسب. حاسبتوا الناس كلها بتحاسبوها عليه؟ لا ما كناش بنحاسب حد، بتحاسبوا الناس ولا تحديث. احنا كنا بنعمل بعد اجتماعي لما تيجي هناك ناس بيغتصبوا بنات في الشارع، كنا بنقول اللي بيغتصبوهم دول بنروح لهم السجن نسألهم انت استفدت ايه من انك اغتصبت واحدة في الشارع، وكنا بنجيب نموذج المغتصبة دي ونوريله ازاي حياتها ممكن تتدمر، وبنجيب خلفية على تاريخ وحياة هذا الشاب اللي قام باغتصاب فتاة. هو انا ساعتها كنت واقف على جامعة على منبر اطلاقا، احنا كنا البرنامج والاختيار والمذيعة اللي كانت متقنة جدا كممثلة وليس كمذيعة، يعني هي كانت بتقوم بدور فني، هي حضرتك ايه الدور كده؟ يعني كمية العياط، طريقة اللبس أنا شخصيا أقسم بالله إن في حالات أنا كنت ببكي فيها وأنا عارف المعروف. يعني لما تروح العمارة اتهدت، لما تروح العمارة اتهدت على كل اللي ساكنينها، وتروح للعمارة دي عشان بتقول للمالك الراجل اللي بيخالف التصاريح ويعلو بالعمارة فوق فوق الكم المصرح بيها ب4 أدوار، فأدى لانهيار العمارة كلها. وتجيب كل النماذج اللي اتحرم، الطفل اللي اتحرم من أمه وأخواته وأبوه تحت الأنقاض. لما تجيبي بتقول إنها هربت أحد أطفالها وقالت اجري، فده اللي مات وعاشت هي وأطفالها كلهم، مع إنها كانت عايزة الولد ده ينجو. أي بني آدم في الدنيا لما يشوف الأم دي وهي بتبكي بندم وتقول أنا اللي موتته. أوكي؟ لما جبنا طفل يحكي لحظات ما كانت أمه بتناديله تحت الأنقاض وبدأ صوتها يختفي وأدرك إنها ماتت، وهو الولد ده بيحكي ببراءة شديدة. الحقيقة بالمزيكا بالمؤثرات كنت بتعمل حاجة من منا لا سينمائية أكثر منها. أنا أحيانا دورتي كانت بتتصل بيا بالبرنامج ده تقول له عمرك الحلقة لحسن فاتتني الحلقة أول أسبوع ده، وحالات دورتي طلبت مني إن أعمل لها مسلسل اسمه أولاد الشوارع بعد قبل أن تحاسبوا، وإن كانت التجربة لم تكتمل يعني. فعايز أقول لك لا ما كانش يعني أنا مش شايفني جريمة إن الست كانت بتعيط ولا كان تمثيل، كلنا احنا قدمنا برنامج من دم ولحم حقيقي، برنامج اخلاقي وليس كذب. يمكن نموذج المذيعة اللي اتغير ان هي كانت بتنادي انه الكليب حرام والكسرة ولبس بطريقة معينة هو حرام وكذا وكذا، وكانت بتنادي حتى بحاجات في شكل المرأة وسلوكها، وبعد كده هي اتغيرت، هي نفسها اتغيرت، يعني كانت محجبة ما بقتش محجبة، كانت بتنادي بأشياء فعلت العكس بعد كده. التناقض ده يعني ما أزعجش حتى عمر ظهران، ولا كنت شايفة انه هي طبعا انا ما اعرفش بس واحد كويس قوي، هي مرت بظروف يعني انا في حل ان نذكرها بشكل كامل، بس طبعا هي مرت بظروف صعبة جدا في حياتها الخاصة، وعاشت فترة تعب نفسي لمدة سنة متواصلة ما كانتش تخرج من بيتها بالمرة، واعتقد انه بس ان شاء الله يعني ستعود انا عاجلا ام اجلا، لانها بالفعل انسانة جواها خير كبير جدا جدا وانسانة طيبة قوي، وكل واحد مننا معرض كده عند حضرتك ولا حاجة؟ لا بالعكس
عاجلا او اجلا هتعود البرامج الدينيه بهذه الكيفيه، ولا هتعود للظروف الاول بالحجاب والاحتشام تعود لجمهورها. جمهور برامجها عندها دلوقتي جمهور، هي بتقدم حاجه مختلفه فنيه مع مخرجين يعني، بس ما مش يعني مقله قوي، بالعكس احنا بندفعها انها تشتغل، وانها يعني لابد انها تعود بالكثافه، وكان عندها برنامج اسبوعي لمده 5-6 سنين متواصلين. فدلوقتي تقريبا كل سنه تقريبا او سنتين عملت حاجه، او بالعكس عندنا حوالي 4 سنين عملت فيهم برنامج واحد يعني. يعني النقله برضه ما اثرتش بشكل عمر زهران حتى على مستوى الصحافه تناولك انت، وخصوصا انه حتى في فتره قبل ان تحصل كنت بتعمل صحافه برنامج منوعات ومع النجوم وذكريات ومزيكا وفرق وصخب شديد واظهار شديد في نفس الوقت، اللي بتقول انه من لم يتبع طريق الله على الجانب الاخر سيحدث كذا وكذا وكذا وكذا. لما بتهاجم الفيديو كليب في برنامج، بتهاجم الفيديو كليب في برنامج وكده من الفيديو كليب. لا معلش احنا يعني متابعتك كانت بس مش بعيد عن بعض شويه. لا يا حبيبتي، انا كنت بناشد صناع الفيديو كليب بأن ينقوا بهذا الفن اللي قدمه لنا حسين كمال في وقت من الاوقات في قلبي فوق الشجره، وكنا بنستمتع بيه، اوكي، وبين انه يبتذلوا بنات. ما انت بتقدم ده بمذيعه محجبه وبتقول انه انت مش خايفه من ربنا، انت مش خايفه من جهنم، انت مش خايفه من ربنا على طريقه اللبس، مش خايفه من ربنا على كذا وكذا وكذا في نفس الوقت، وبتتكلم عن ايه؟ في نفس الوقت حضرتك في الناحيه الثانيه في البرنامج اللي كان متوازي مع هذا البرنامج بتجيب ناس تلمس زي بوسي سمير. بس انت مجمعه في اللبس، هي كلمتها في كلمات أغنية كانت بتقول له فيها كلمتها في الشغل، كلمتها في الشغل إطارة الرجال، نفس النموذج بيتقدم بشكل أماني. هو احنا مش متفقين مع بعضنا، لا واحنا مش متفقين مع بعضنا على ان الفن ده رسالة فنية للمسلمين الفنانين ما يستطيعوا ان يقدموا فن جيد براقي. لما نجيب الناس اللي بيبتدوا هذا الفن ويدوا فرصة للآخرين انه يكتبوا الفن انه حرام وحرام بيبقى حرام، لما يجوا وقفين معاهم اقول لهم بالعكس قلنا غنوا الغناء مع بعض. فلسفه للنجوم اللي بيجيبهم فلسفه، يعني انت بتقول من يقوم بالفن الفلسفه، عشان في احيانا الناس عاملين افلام تجاريه زي مين؟ دلوقتي انا مش فاكره، لكن كان في افلام كتير جدا بيتم الاحتفاء بيها الفلسفه. افلام الفلسفه كان برنامج يستقبل صغار نجوم مصر والعالم العربي في أرشفة حقيقية لنقاد عصرهم ولجماهيرهم ولكل ما كتب ونشر عنهم، وكل نتحقق فيما نشر ربما قد يكون نشر على لسان هو ما قالوش. ساعتها كان شبه أرشفة حقيقية جيدة لنجم بكامل عصر. مش شايف انه كان فيه زوجية بين البرنامج دي؟ لا اللي يفهم عمر زهران قوي ويفهم ان الراجل فنان احسن من فنان يعني الموضوع عندك شغل. انا بشتغل بمهنية عالية، سواء اشتغلت في فن او اشتغلت في دعوة دينية او اشتغلت يعني الموضوع عندك لا شغل فهم. السنة من البرنامج ده قبل ان تحطوا برنامج ديني بقرر كان برنامج اخلاقي اجتماعي يدعو الى نفس الجزيرة والى الحث على الفضيلة. ومين من الفنانين يعترض على ده، ومين يعترض على انه الفن ده احد اهم دور ادوار الفن على الشاشة. هو الفن مش جاي على الراديو، هو كل ده يجيب واحدة اعاديها في فيديو كليب هابط وباسمه اصدق ده على انه ده الفن. الجميع هاجم هذا النوع من واختفى ليه؟ اختفى لانه كل اجهزة الاعلام نقلته، اختفى الى حد ما الى حد ما بيجينا يعني عمر زهران البني ادم بقى بعيدا عن المخرج عاوز ما فيش. كنا زمان بنفتكر ان دي كلام تقليدي بيقال كده، بس كل واحد ما بيكبر وكل ما بينضج بيكتشف انه فعلا ما فيش في الحياة اعظم من التاج اللي لا يشعر به الا الملك المتوج به هو تاج الصحة. ولما يتقال ان الصحة تاج على رؤوس الاصحاء ده كان شيء والستر ان الواحد يفضل طوال الوقت ربنا ستره. يعني في الاخر قلنا ان عمر زهران منتهى الطمع في الشغل، منتهى الطمع في الطموح، منتهى الطمع في النجاح،
ومنتهى القناعة في الحياة الخاصة.